هذا التطبيق تطبيق مصحف مكة ميزته الكبيرة هي العالمية من 3 جهات. السلام عليكم، حياك الله دكتور عيسى. يا أهلا وسهلا. تطبيقات القرآن الكريم كثيرة ولله الحمد، وتخدم القرآن وتفسيره بشتى الطرق والوسائل، سواء على الجوالات، اللابتوبات، الآيبادات. ومن آخر التطبيقات اللي أنا شفت تحديثها الجميل جدا تطبيق مصحف مكة، واللي يتميزون حقيقة بكثرة التحديثات. تعطينا تجربتك عن هذا التطبيق. كثير من التطبيقات القرآنية اليوم متوجهة للعالم العربي. تطبيق مصحف مكة ميزته الكبيرة هي العالمية من 3 جهات. الجهة الأولى المصاحف الموجودة فيه. كثير من المصاحف الموجودة اليوم إذا كان في العالم العربي تجد مصحف غالبا مصحف مجمع الملك فهد المحمدي في المغرب، في الهند وباكستان مصحف النستعليق. هذا التطبيق جمع كل هذه المصاحف في تطبيق واحد. طبعات مجمع الملك فهد في المدينة المنورة بعدة رواياته، ورش وحفص وشعبة وغيرها، بل أحيانا في الرواية الواحدة عدة طبعات، مثلا حفص عدة طبعات. المصحف الأميري، المصحف المحمدي، مصحف النستعليق، مصحف الشمرلي الذي طبع في مصر قديما. طبعا هذه ميزة لكل المسلمين في العالم رقم 1، وأيضا ميزة الذي حفظ. بعض الناس حفظ على مصحف معين لما يأتي يغير يكون عنده مشكلة. ثانيا موضوع الترجمات. التطبيقات الموجودة الآن فيها ترجمات، فيها 5-10 ترجمات مختلفة. تطبيق مصحف مكة فيه 21 ترجمة، لا تكاد توجد لغة عالمية اليوم موجودة إلا وفيه ترجمة لها. الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، البرتغالية، أردو، اليابانية، تقالوك، للفلبينية، كثير 21 لغة. في ميزة هامة أيضا هي الموثوقية، وهذا أمر مهم جدا، الأمر يتعلق بكلام الله. المصاحف الموجودة كلها مصاحف مصورة من الجهات المعتمدة في تلك البلدان، الصادرة عن إما وزارات الأوقاف والجهات المعنية بطباعة المصحف. ثانيا بالنسبة للترجمات اعتمدوا أغلب الترجمات الموثوقة من مصادرها أيضا الأصلية التي ترجمت واعتنت بها، وهذا يعطي موثوقية مهمة جدا، وخاصة الأمر يتعلق بكلام الله. الزاوية الثالثة في عالمية هذا التطبيق في الإعدادات. يعني كثير من الإعدادات التطبيقات الموجود يعني تجد لغة أو لغتين أو 3. هنا في الإعدادات لو فتحت أنت تستطيع أن تغير صفحة الإعدادات كاملة بكل محتوياتها إلى 21 لغة مع العربية. 22 لغة على الواجهة تستطيع أن تغير إعدادات، ثم بعد ذلك تنطلق أنت في قراءتك بلغتك التي أنت تتقنها. فعلا دكتور، الأمور اللي ذكرت تدل على عالمية التطبيق. كذلك في أمور تدل على عالمية الاستخدام. التطبيق يعمل على الويندوز، تطبيقات الجوالات بجميع أنواعها، ونسخة الجوال تختلف عن نسخة الآيباد حتى تتناسب مع جميع الأذواق، وخدمة التزامن اللي تسمح لك أن تستخدم أجهزة متعددة على حساب واحد، سواء حساب جوجل، أبل أو غيرها. بالإضافة دكتور إلى الأمور اللي ذكرتها، التلاوات، الترجمات والواجهة، في خدمة التفاسير كلمنا عنها أكثر. الذي يقرأ في تطبيقات المصاحف على الأجهزة الذكية سيجد الحمد لله عدد كبير منها، فيها عدد كبير من كتب التفسير. هذا التطبيق يوجد فيه 39 تفسير من التفاسير المعتمدة التي فسرت القرآن الكريم كاملا، بداية من ابن جرير إلى بعض المعاصرين، من تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وتفسير الشيخ محمد الأمين الجكن الشنقيطي، أضواء البين وغيرها. هذه أيضا ميزة. في ميزة أخرى في هذه الكتب التفسير، تستطيع أنك تقارن بين التفاسير في صفحة واحدة للآية الواحدة، تضغط عليها وتقارن بما بينها. فعلا دكتور، تعدد التفاسير يفيد جميع أنواع المستخدمين، وأتصور أن تطبيق مصحف مكة مستمر في خدمة جميع أنواع المستخدمين من خلال خدمة التلاوات. هذه أيضا من الميزات التي تقدمها كثير من التطبيقات. هذا التطبيق ميزتها أيضا أنه اشتمل على عدد كبير من هذه التلاوات، 140 مصحف مسجل، مختلف الروايات، وحتى تراعي أذواق الناس، وهذه أيضا ميزة من الميزات التي تضاف له. كذلك بالقراءة دكتور، أنا استمعت إلى قراءة حفص وورش وغيرها. نعم بالروايات. مثلا نحن في أغلب العالم الإسلامي روايات حفص عن عاصم، مثلا المغرب العربي بعموم، ليبيا وتونس والجزائر وقراءة ورش، وبعض البلدان في أفريقيا بروايات الدوري أو بروايات أمر عون البصري، وهكذا. هذه 140 تلاوة شملت كل هذه الروايات. في ميزة رائعة جدا هي ميزة الختمة، من خلالها تستطيع تحدد كمية الورد، عدد الأيام اللي بتختم فيها، عدد الأيام اللي تقرأ فيها، وتستطيع أن تضع منبه خاص في القراءة. لكن من الميزات اللي اختص فيه تطبيق مصحف مكة، واللي تسهل رحلة المسلم مع القرآن في حال أردت أن تقرأ القرآن والجهاز بعيد عنك أو ثابت في مكان معين، في أعلى الواجهة على اليسار ينقر المستخدم على الأيقونة، وبالتالي تبدأ الميزة بتحرك الصفحة بحيث أنك لو ثبت الجهاز تستطيع القراءة، وأيضا كذلك تتحكم في سرعة التحرك بما يتناسب مع قراءتك. حقيقة أن هذا التطبيق هو حقيقة مشروع متكامل لخدمة القرآن الكريم، يعني من حيث المحتوى، من حيث الشكل، من حيث المضمون، من حيث الترجمات، من حيث العالمية، من حيث المصاحف. والجهة التي أصدرته عندها باع طويل في خدمة التطبيقات القرآنية. الآن يجري العمل المستمر على التطوير. من أهم الأشياء اللي يجري العمل عليها حاليا هو العمل على خدمة كلمة ذات، ليس مجرد الآية فقط تفسير ومعنى وغير ذلك،
وفي خدمات كثيرة يعني يعمل عليها الآن بحمد الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليه، وهو أيضا خدمة لكتاب الله، ويعني كغيره من التطبيقات تقوم بهذا الدور بحمد الله عز وجل في خدمة كتاب الله. وأنا أحث الإخوة الذين يستمعون مثل هذا اللقاء أن يستخدموا التطبيق ويتواصلوا مع الجهة عندهم أيقونة خاصة بتنفيذ طلبات المستخدمين والتحديث المستمر.